تخيل معايا واحد السيناريو. كتجلس قدام الحاسوب، وبدل ما تكتب سطور وسطور ديال الكود، كتدوي فقط مع الذكاء الاصطناعي وكتقول ليه بغيت تطبيق كيدير كذا وكذا، خلي هاد الزر هنا وهاد الصفحة تكون بسيطة، وملي نكليكي هنا يدير كذا، وهو كينفذ وكيخرج لك في الأخير برنامج خدام. كتولي كتعامل مع البيسي ديالك بحال شي مدير مشروع كيعطي التعليمات لواحد المبرمج خبير اللي هو الاي اي. ولكن السؤال هو، واش هادي ثورة ولا فخ؟ علاش الناس بزاف ولات كتقول ما بقيناش كنكتبوا الكود، ولينا غير كنشرحوا شنو بغينا؟ وشنو الثمن ديال هاد السهولة؟ اليوم غادي نهضروا على الفايب كودين، طريقة جديدة كتخليك تبني مشاريع بسرعة خيالية، ولكن إلا دخلتي ليها بلا وعي تقدر تخرج لك مشاكل ما غتشوفهاش حتى توقع. الفايب كودين ببساطة هي انسى الكود وركز على الفايب. هي أنك كتعطي النية والهدف، والذكاء الاصطناعي كينتج لك الكود. كتولي كتخدم بالشرح والكلام العادي، وكتخلي النموذج اللغوي يكتب ويصلح ويزيد وينقص، وانت غير كتجرب وتشوف النتيجة. فكرة الفايب كودين انتشرت بزاف من بعد ما قدمها الباحث أندري كارباتي في فبراير 2025 كستايل جديد ديال البرمجة، اللي فيها كتخلي الإحساس ديالك تيقودك، وكتخلي الذكاء الاصطناعي يجرب ويعاود حتى توصل للنتيجة اللي بغيتي. هاد السيد واللي كان شاد الاي اي في شركة تسلا ومن المؤسسين ديال اوبن اي اي قال واحد الجملة خطيرة: The hottest new programming language is English. كيقصد من قبل باش تبروغرامي وتصاوب شي حاجة خاصك تتعلم لغة برمجة بحال بايثون ولا جافا سكريبت. دابا ولا ممكن بزاف ديال الناس يبداو غير باللغة اللي كيهضروا بها، يعني الانجليش، ولا حتى الدارجة مع شوية ديال التكنيكال انجليش، باش يعطيو اوامر للذكاء الاصطناعي وهو يحولها لكود. وخلي في بالك هاد التشبيه، انت بحال دي جي، ما كتلعبش كل نوتة بوحدك، كتختار فقط الجو وكتقول بغيت هاد ستايل، والذكاء الاصطناعي كيركب لك المقطوعة كاملة. ولكن هنا كاين سوء فهم خطير، تبع معايا باش تفهم كيفاش تركب هاد الموجة بلا ما تغرق فيها. أكبر فكرة مغلوطة كيسقطوا فيها الناس هي كود خدام إذا فهو صحيح وآمن. لا، خدام يعني فقط ما طاحش دابا، يعني ما دارش كراش، ما تسدش وما خرجش لك ايرور. ولكن يقدر يكون فيه أخطاء منطقية كتبان في الاستعمال الحقيقي، أو ثغرات أمنية تقدر تفتح الباب لمشاكل كبار، ولا كود مكركب وزايد كيخلي أي تطوير من بعد صعيب ومكلف. وزيد عليها جانب مهم في الفايب كودين، وهو أن بزاف ديال الناس ما كيكلفوش راسهم يقراو الكود، واخا ما عندهمش مع البرمجة يقدروا يسولوا الذكاء الاصطناعي على أي سطر ديال الكود ويشرحوا لهم. ولكن هما كيكتفيو فقط بالتجربة والنتيجة، وكيطلبوا تحسينات، يعني كيربحوا السرعة ولكن كيغامروا بالفهم. وهنا كنقولوا الفايب كودين زوينة، ولكن خاصها قواعد اللعب، وهما اللي غنشوفوا دابا. خليني نعطيك واحد البروتوكول بسيط يخليك تستافد بلا ما يطيح لك البرنامج او التطبيق. اولا، بدا بالتصميم قبل الكود. قول للذكاء الاصطناعي اعطيني خطة بلان زائد تقسيم الملفات زائد شنو غادي يدير كل جزء. هادشي كيقلل من العشوائية
وكيخليك فاهم الصورة الكبيرة. ثانيا، طلب نسخة صغيرة بروتوتايب قبل المشروع الكبير، خليه يصاوب نسخة خفيفة كتدير غير الأساسيات، إلا خدامة مزيان زيد توسع. ثالثا، دير اختبارات قبل ما تطيق، حتى إلا ما كنتيش مبرمج محترف طلب منه يكتب اختبارات يونيت تيست ويشرح لك فين ممكن يطيح وشنو الحالات اللي خاصها اختبار. رابعا، حافظ على الحدود ديال المعطيات، يعني ما تعطيهش أسرار، مثلا كلمات سر أو بيانات الزبناء ولا أي حاجة حساسة. قل ليه استعمل بيانات وهمية. خامسا، خلي الذكاء الاصطناعي يراجع نفسه، طلب منه يدير مراجعة أمنية ويقول لك أخطر 10 نقاط. سادسا، سؤال ذهبي كينقذ المشروع ديالك. قبل ما تزيد ميزة جديدة سول الاي اي، شنو غادي تبدل، وشنو التأثير، واش كاين شي مخاطرة، حيت بزاف ديال المشاريع كتخسر ماشي من الفكرة ولكن من التغييرات العشوائية. وباش تكون الصورة واضحة تقدر تدير الفايب كودين بأدوات بحال كيرسر والريبليت، وحتى بمساعدين عامين بحال شات جي بي تي والجيميناي وكلاود. ولكن اللي كيصنع الفرق بصح هو الأسلوب ديال الشرح والتجربة اللي كتخدم به. هاد الأسلوب هو اللي كنسميوه البرومبت. البرومبت هو السر الحقيقي في الفايب كودين، هو ماشي غير صايب ليا تطبيق وصافي. البرومبت هو بحال ورقة المتطلبات، كتقول شنو بغيتي بالضبط، شكون غادي يستعملو، وشنو الحدود اللي ما خاصوش يتجاوزها. وكل ما كنتي واضح في المعطيات ديالك، بحال الشكل اللي بغيتي واللغة ولا الإطار الفريمورك اللي باغي وشنو غادي يدير وشنو ما يديرش، كل ما خرج لك كود أنظف وأقل مشاكل. فين كتنفع الفايب كودين؟ في البروتوتايب، يعني تجربة فكرة بسرعة، في أدوات شخصية بسيطة بحال منظم مصاريف أو صفحة تعريف أو سكريبتات صغار، في أوتوميشن خفيفة بحال تسهيل مهام يومية. وفين كتولي خطيرة إلا ما كنتيش واعي؟ في أي مشروع فيه فلوس ودفعات، أي مشروع فيه بيانات الناس، أي حاجة مرتبطة بالأمان، تسجيل الدخول، الصلاحيات، الدفع إلى آخره. حيت الكود اللي ما حاولتيش تفهمو يقدر يكون كيدير حاجة ما بغيتيهاش وانت ما عارفش. الفايب كودين بحال السياقة بالقيادة الآلية اوتو بايلوت، كتعاونك بزاف، خاصك غير تبقى واعي وتراقب باش كلشي يمشي مزيان. الفايب كودين هي المستقبل، بغينا ولا كرهنا، ولكن هي ماشي نهاية البرمجة، هي تحول في الدور ديال الإنسان، من اللي كيكتب كل حاجة بيديه للي كيولي كيهندس فقط بالفكرة وكيجرب وكيصحح. هذه قوة كبيرة كتفتح الباب للناس اللي ما عندهمش خلفية تقنية كبيرة، ولكن الثمن هو أنك إلا طلقتيها على الفايب بلا قواعد تقدر تبني حاجة خدامة من برا ومكسورة من الداخل. إلا كنتي مبتدئ استعمل لافابل باش تفرح بالنتيجة وتفهم اللوجيك، ولكن ما توقفش تما، تعلم أساسيات البرمجة باش تعرف شنو واقع تحت الكابو. إلا بغيتو في الفيديو الجاي نقدروا نديرو تجربة مباشرة، نفس الفكرة نصاوبوها مرة بالفايب كودين بسرعة ومرة بطريقة منظمة بالبروتوتايب والاختبارات، ونشوفوا الفرق في النتيجة والأمان. وإلا عجبك هذا النوع ديال الشرح التقني الساهل وبالدارجة، ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش توصلك الفيديوهات ديال أدوات الذكاء الاصطناعي اللي كتنفع بصح.